السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي أحلى متابعين في الدنيا كلها. يا رب جميعا تكونوا بخير وسعادة وراحة بال. هنعمل النهاردة حصالة من علبة الدواء الفاضية دي. علبة بقى دواء، علبة أي حاجة، المهم تبقى علبة زنطوطة كده اهو. هي دي اللي هتنفع معانا في الفكرة بتاعة النهاردة. وعندي بقى الورق التقيل ده اللي هو بيتعمل بيه اللوحات، وطبعا المقص اللي هستخدمه عشان أنفذ الفكرة بتاعتي. أنا هجيب كده العلبة بتاعتي، وهبتدي إن أنا أخد كده المسافات اللي أنا هحتاجها. عايزه اغطي العلبه كلها، ما يبقاش باين منها اي حاجه خالص. فانا وانا بقص لازم اعمل حساب ان انا هبقى مغطيها كلها. طبعا انا قصيتها كده. الورق اللي عندي كان ابيض، ولو في ورق الوان كان هيبقى شكله كمان احلى، بس ده كان الموجود متوفر عندي. انا بقول لكم الفكره وانتوا نفذوها بقى ايه باي حاجه عندكم يعني. هبتدي بقى ان انا اغلفها كده كلها. طبعا معايا مسدس الشمع، انا مسخناه كويس قوي عشان تبقى لازقه جامد وما تتفكش على طول يعني. هبتدي بقى ان انا الزقها كده. شويه شمع كده حلوين، وابتدي ايه ان انا الزقها كلها. طبعا مفيش اكتر من العلب اللي زي دي موجوده عندنا. فهي الفكره هتبقى جميله قوي لو اتنفذت. آه، بالورق ده تتغطى كده كلها عشان ما يبقاش باين الكتابه اللي عليها ولا اي حاجه خالص. نحط الورق اللي هو التقيل ده عليها، ونغلفها كده كلها ما نبينش اي كتابه خالص. بالشكل ده كده، واضغط جامد. طبعا اللي فوق ده بقى، طبعا انا عايزه اداري برضو الجزء اللي فوق ده. هعمل ايه؟ هبتدي ان انا اقص كده الزوايا بتاعتها زي ما انتوا شايفين كده. هقص كل زاوية كده لوحدها اهي، عشان اعرف اتني الورق واداري بيه الجزء اللي فوق ده خالص. الحاجات البسيطة دي بتفرح ولادنا قوي يعني. هي علبة ما كانت هتترمي اصلا، والورق ده كان موجود عندي. حاجات بسيطة خالص ممكن نفرح بيها ولادنا ونعملها، وممكن نخليهم هما كمان اللي ينفذوا الافكار دي. نشجعهم بقى ان هو يعني استفيدوا من كل حاجة حواليكوا. مفيش حاجة ترموها، اي حاجة ممكن تطلع بفكرة ممكن نستغلها يعني. ابني كل شويه يقول لي انا عايز حصاله، فانا قلت بقى ايه، انا هعملها له واشوف رد فعله ايه كده يعني. هو لسه ما شافهاش. الاطفال والله بتفرح بالحاجات البسيطه دي قوي، ولو هما اللي نفذوا الحاجه بايديهم كمان يعني. بالنسبه لهم بتبقى حاجه جميله يعني. اهي بالشكل ده. طبعا بقى نحط الشمع ونلزقها كده. انا هعمل الناحيتين بنفس الطريقه. غلفتها كده كلها خالص اهي، مش باين كده منها اي حاجه خالص. هبتدي بقى ان انا اعمل علامات عشان خاطر اعمل الفتحه بتاعه اللي هيتحط منها الفلوس. دي بقى لما تتحوش يعني يحوش فيها مبلغ كده، نبقى نقطعها خالص بقى ونطلع الفلوس. انا هعمل بقى عملت فيها فتحتين. قال يعني بقى يعني عشان ايه يفرح اكتر يعني، فتحة للفلوس الفضية وفتحة تانية لفلوس الورق، عشان اشجعه ان هو يحوش. يعني هي شكلها يعني قال يعني بقى ايه ان هي خزنة يعني. انا بضحك عليه كأنها خزنة زنطوطة كده على قده. بالالوان بتاعته بقى هبتدي ان انا الون بيها الشكل كده اللي انا عملته ده. آم، انا عملت الفتحات دي بسكينه، يعني سكينه صغيره حاميه شويه. بس هو لو في قطر كان هيبقى افضل بصراحه يعني. لو بقطر، لو عندكم قطر هيبقى افضل بكتير قوي من السكينه الحاميه دي. تمام. هو طبعا التزيين بقى انا قلت لكم كذا مره ان التزيين ده يعني كل واحده وخيالها، اعملي اي شكل. ممكن بقى لو بنوته تعملها رسمه كده، يعني رسمه تبقى لايقه عليها يعني. ارنوبه كده صغنططه، فيونكه، مش عارف حاجات من دي يعني. انا عرفتكم الفكره، وانتوا بقى نفذوها بأي شكل انتوا حابينه يعني.
زوقوها باي شكل انتوا عايزينه. بس هي فكره بسيطه خالص، وكانت علبه دواء كانت هتترمي، ما كانش ليها اي لازمه خالص. انا خليت ليها لازمه وعملت منها حصاله جميله اهي، وطلعت منها فكره حلوه يعني. اعمل بقى المربع ده عشان اعمل منه الارقام السريه بتاعه الخزنه. ابتدي بقى ان انا اعمل مربعات كده، وابتدي ان انا اكتب فيها الارقام بالشكل ده. هي كده الفكره خلصت، بس احنا بقى ايه، لو حابين ان احنا يعني ايه نزود شويه حاجات كده عليها عشان خاطر شكلها يبقى احلى. وهي كده بس، يعني هي الفكره كده بس. ممكن نعمل برضو علبه الصلصه. ممكن برضو نعمل منها حصاله، هبقى اعمل لكم برضو الفكره دي. بس هي دي اللي انا عملتها النهارده. وهعمل لكم برضو هبقى اعمل لكم حصاله من علب الصلصه، العلب اللي هي الصفيح. بتبقى حلوه قوي دي يعني، ليها استخدامات كتير قوي، يعني ليها افكار كتير جدا في اعاده التدوير. هعمل لكم منها حاجات كتير لان انا محوشه شويه كده حلوين. نعمل منهم شويه افكار كده مع بعض. طبعا شويه الحاجات اللي في الاخر اللي انا بعملها دي اللي هو ايه يعني، عشان احلي شكل الحصاله. معانا الالوان يعني بنحاول نظبط في الشكل شويه عشان يبقى شكلها حلو. ال- الاطفال بيحبوا الالوانات الحاجه اللي بيبقى فيها الوان كتير يعني، بتشدهم اكتر. وفكره ان هي ليها فتحتين، دي فتحه الفضيه وفتحه الفلوس الورق، دي حلوه قوي يعني، عجبتني بصراحه. يا رب الفكره تكون عجبتكم بقى وتنفذوها. ما خدتش وقت خالص، ومن حاجه كانت مرميه اصلا عملنا منها الفكره الجميله دي حصاله. يا ريت بقى تقولوا لي رايكم في التعليقات، ما تنسوش. والناس اللي لسه ما اشتركتش عندي في القناه تشترك في القناه وتفعل زر الجرس على كلمه الكل عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.